السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. اكلتنا النهارده هتكون طاجن الباميه باللحمه. اكله مصريه اصيله. مستحيل يكون في بيت مصري ما بيحبش طاجن الباميه باللحمه. مهما كنت بتحبي الاكلات السريعه مثل البرجر او اي سندوتشات، اكيد برضو بتفضلي في وقت من الاوقات ان انتي تاكلي طاجن باميه باللحمه. وهو انا بالنسبه لي هو اهم طاجن من الطواجن كلها. كمان تقدري ان انتي تعملي البامية بدون لحمة، مفيش اي مشاكل. كمان تقدري ان انتي تستخدمي بامية مجمدة، ولكن طبعا يفضل البامية الخضراء. كمان تقدري تخزني البامية من السنة للسنة. هقولكوا كل الخطوات في الفيديو، بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. لعمل الطاجن بتاعنا فيه اكتر من طريقة، ولكن انا اخترت الطريقة التقليدية. في حلة على النار بحط معلقة من الزيت او السمنة او الزبدة، بس انا ضفت معلقة من الزيت على نار عالية. بضيف اللحمة علشان اقلبها في نار عالية، وبالشكل ده هغلق المسام بتاعتها وتحافظ على العصارة والطراوة بتاعتها وما بتكونش ناشفة معايا. بديها تقليبتين، وبعد كده ممكن اضيف ورقتين من اللورق وحبتين من الحبهان. دول بيطعموا معايا اللحمة وهي بتتشوح، وكمان بيدوا ريحة حلوة جدا جدا. طبعا انتي لو عندك لحمة مستوية بتعملي الخطوة دي معاها، وبعد كده بتشيليها من النار، طبعا لانها مستوية مش عايزاها تتهري وانتي بتسوي البامية. بعد خلاص ما شوحتها، بدأت ان انا انزل ببصلاية كبيرة مقطعاها ناعم. انا يا دوب بخلي البصلة تدبل معايا، ما بخليهاش تاخد لون. طبعا البامية بتحب التوم، ولكن انا النهاردة ما ضفتش ليها اي توم. فانت تقدري ان انت تضيفي التوم، او كمان تقدري ان انت تعملي ليها طشة. نص كيلو من الطماطم اللي ضربتها كويس جدا في الخلاط بتاعي، ببدأ ان انا اصفيها واتخلص من القشر بتاعها، لان الطماطم لما ما بتصفاش بتكون يعني بتعمل حموضة. كمان تقدري ان انت تضيفي معلقة من الصلصة، ولكن انا فضلت ان انا استخدم طماطم فريش. فطبعا اي حاجة بتكون طازة بتكون طعمها احسن. ببدأ ان انا اغطي على اللحمة بتاعتي لغاية لما الطماطم تتسبك معايا. وبعد كده ببدأ ان انا اضيف المية المغلية، مية ما تكونش فترة، لكن تكون مية مغلية. بغطي على اللحمة بتاعتي وبسيبها خلاص تستوي، ما بضيفش ليها اي ملح. بعد ما خلاص استوت ببدأ ان انا اضيف البامية اللي انا قمعتها. بشيل القمع بتاعها بفتحها من النص، طبعا في ناس ما بتفتحهاش من النص. وكمان بشيل الطرف. بعد ما بضيف البامية ببدأ ان انا اضيف الملح، معلقة من الملح عليهم نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. بقلبهم على نار عالية، وبعد كده بهدي النار. طبعا بتقلبي البامية ولكن بالراحة، لان البامية من الحاجات اللي بتتهري بسهولة. تقدري ان انتي تغرفي وتاكلي كده على طول، ولكن الخطوة دي بتديها طعم الفلاحي الاصيل. ان انتي تحطيها في برام او طاجن، والطاجن ده تدهنيه معلقة سمنة بلدي. حرفيا السمنة البلدي بتخلي طعم البامية في حتة تانية. بعد كده بتفضي. اهم حاجة الفرن بتاعك بيكون شغال على درجة حرارة عالية جدا، علشان ما تاخدش معاكي اكتر من 10 دقايق، تاخد بس وش التحميرة. انا بفضي الحله بتاعتي او الباميه بتاعتي في الطاجن، وبضيفها في الفرن في الرف الاوسط من تحت شويه 10 دقايق كلهم على بعض، يعني 5 دقايق من فوق و5 دقايق من تحت. تقدري كمان لو انت معندكيش لحمه تستخدمي اللي هي حرفيا بتخلي طعم الباميه رهيب جدا جدا. فانت لو معندكيش لحمه ممكن تستخدمي اللي او قطعه من الدهون. فحرفيا بتخليها حلوة جدا جدا. شايفين شكل البامية او الطاجن بتاعنا؟ حرفيا كان خطير جدا، ما اخدش معايا ابدا اي وقت. تقدري كمان بدل المية السخنة لو عندك شوربة تضيفي شوربة، ولكن في الوقت ده هتقللي الملح لان الشوربة اكيد عليها ملح. شايفين بقى شكل الطاجن بتاعنا بعد ما خرج من الفرن؟ حرفيا الريحة كانت ولا اروع ومالية البيت كله. كمان تقدري ان انتي تاكليه بعيش او برز. ويا سلام بقى لو تبقى شوية لتاني يوم. البامية من الاكلات اللي لما بتتبقى لتاني يوم بتكون ولا اروع، خطيرة جدا. جربوا طاجن البامية باللحمة بدون افتكاسات ولا توابل كتيرة. عملناه بأبسط طريقة وبألف هنا وشفا للي هيجربه.